هلو يا بنات، ازيكم حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. انا مرمر. الفيديو النهارده ان شاء الله هوريكم حاجات جبتها وما حبيتهاش خالص، يعني ندمت ان انا اشتريتها. بس عايزه اقولك حاجه، يعني ده مش معناه ان انتي يعني ما تجيبيش الحاجات دي. لا، لو انتي حابه تجيبيها طبعا تجيبيها وتجربيها، ولانها ممكن انتي تحبيها. مش شرط عشان انا ما حبيتهاش يبقى انت مش هتحبيها، لا ممكن تحبيها. وكمان عايزه اقولك حاجه، الحاجه اللي هتلاقي الناس فيها بيقولوا عليها كويسه وناس تانية بيقولوا عليها وحشه وبتتجاب اونلاين بس، نصيحة بلاش تجيبيها. ليه؟ لان ممكن على حظك تطلع مش كويسة، فانت كده هتبقي دفعتي فلوسها. يعني دفعتي فلوسها وكمان دفعتي فوقيها فلوس شحن، وساعتها ممكن ما تعجبكيش وهتبقي رميتي فلوسك في الارض. لكن الحاجات اللي انا بقولك عليها اللي هي مثلا مش عجباني بس هي موجودة في المحلات، لا انت ممكن عادي تجيبيها، لان انت كده كده هتروحي المحل وممكن تجربيها، وساعتها يعني هتاخدي القرار. يعني دي بس كده نصيحة حبيت اقولها لك، لان انا بصراحة اتعلمتها مؤخرا النصيحة ديت. فحبيت اعلمها لك، وطبعا انت حرة في كل اللي انت تعمليه. اول حاجة ما حبيتهاش وندمت ان انا جبتها، الباليت دي من ايسنس. انا كنت اتكلمت عليها قبل كده من زمان، كان في مشتريات من ايسنس قلت عليها حلوة. بس لا، بعد فترة هي كانت حلوة في الاول، الواناتها كانت كويسة في الاول، لكن بعد فترة الالوانات لما بتعملي اللون بايدك اوكي هو اللون اهوت، لكن لما بتحطيه ضعيف ضعيف، اللون ضعيف، مع ان المفروض يكون اللون قوي. لا، يعني شايفين اللون ضعيف قوي. فبصراحة ما حبيتهاش خالص، بتتعبني لما باجي بحطها فوق عيني، فبصراحة ما عدتش بستخدمها خالص. لكن اللون ده واللون ده انا بستخدمهم كهايلايت فوق، سوري، تحت الحاجب وعلى عظمة الخد. بستخدم اللونين دول بس، لكن بقية الالوان لا، خلاص ما عدتش بستخدمها وندمت طبعا ان انا جبتها. بعد كده برضو من ايسنس البرونز ده، آم، ده شيمر برونزر باودر. ما حبيتوش خالص، برضو حبيته في الاول، اول لما جبته كان كويس، لكن بعد كده سيء بجد، في منتهى البشاعة، وحش جدا جدا، ما حبيتوش خالص، واكيد ما بنصحكيش بيه. بس لو انتي حابه تجربيه اكيد هتلاقيه في محلات ايسنس، هتروحي وتجربيه وتشوفي بعينك. المنتج اللي بعد كده من ايسنس برضو، البرايمر ده فظيع، وحش جدا. يعني اولا ريحته وحشه، ثانيا ما بيعملش اي حاجه خالص خالص خالص. هو هو لونه كده شفاف، ابيض شفاف كده، خلاص ريحته سيئه، ما حبيتوش يعني بجد. فبرضو ما انصحكيش، لكن لو حبيتي تجربيه اكيد طبعا تجربيه. يمكن يعجبك. آه المنتج اللي بعد كده، اللي ده تاتو شفايف. اكيد طبعا عارفينه وسمعت عنه اكيد وشفتوه كمان. آه فظيع، سيء جدا، بينشف الشفايف بطريقه بشعه. بصوا هو طريقه استخدامه ايه، قبل ما تحطيه لازم ترطبي شفايفك، لان هو كده كده بينشف الشفايف، فلازم ترطبي شفايفك قبلها. تمام، بعد كده لما بتيجي تحطيه طبعا بيبهدل الدنيا فظيع. ده بيكون شكله من جوه بيبهدل الدنيا، ما بتعرفيش تحطي وبيطلع بره الشفايف وكده. المهم انت بقى بتحاولي تظبطيه، او مثلا بتجيبي فرشه وفرشه روج مثلا، وبتحطي على شفايفك وبتسيبيه مثلا لحد ما ينشف خالص، 10 دقايق او ربع ساعه على حسب ما ينشف خالص خالص. وبعد كده بتشيليه طبعا، وانتي بتشيليه انا عن نفسي عور شفايفي كانت بتخر دم.
هو بيقعد وبيدي لون، بس بينشف الشفايف بشكل بشع. يعني انا ما شفتش بصراحة حاجة زي كده يعني. بس على فكرة ده مش اصلي. هو انا سمعت وشفت ان في منه اصلي، بس بصراحة انا مش متأكدة. بس انا شفت على الجروبات ان في منه اصلي وان كده. بس ده انا كنت جايباه عادي من محل، ده كان ب25. فاكيد مش اصلي، بس انا معرفش الاصلي حلو ولا ايه ظروفه، بس انا بتكلم على ده. اكيد ما انصحكيش بيه، اكيد توفري يعني ال25 جنيه. بس لو حبيتي طبعا تجيبيه، طبعا تجيبيه. اخر حاجة الروج ده من فوريفر. ده انا كنت جايباه اونلاين. درجتي فيه، هي دي الدرجة، سوري، او الرقم. فظيع، بشع، بشع بشع يعني. من هنا ل100 سنة قدام ما حبيتوش خالص. استخدمته مرة واحدة بس. وبصوا هوريكم لونه. ده لونه، ثواني. طبعا لما جبته شفت ليه صورة، كان فظيع في الصورة وكان شكله يجنن، فجبته. لكن لما جيت حطيته، هو بيتحط الاول بيدي لمعة وبعد كده بيقلب مات. بشع والله العظيم. انا مش قادرة اوصف لكم قد ايه. اولا ما كانش بيتفرد معايا بسهولة. آم، يعني نشف شفايفي، نشفها. كان شكلي بشع بيه. مع ان انا بيضة، يعني هو المفروض يليق على البيض برضو، بس خالص. كان شكلي كده عامل زي ما اكون مفيش يعني روح خالص في شفايفي. عارفين انتوا شفايف الزرق دي لما يكونش فيها روح او حاجة؟ هو كده بالظبط. لما جيت اشيله في لحظتها لانه ما عجبنيش، تعبني بشكل فظيع. وقعدت يعني لدرجه جبت فوطه وقعدت اشيله برضو ما اتشالش. جبت فوطه وحطيت عليها ميه سخنه وقعدت اشيل وادعك بشكل فظيع، لدرجه ان شفايفي طبعا اتشققت وخرت دم ووجعتني جدا. فانا استخدمته مره واحده بس، حتى ما نزلتش بيه الشارع. انا كنت نازله بيه الشارع ولما حطيته ما عجبنيش، قعدت اشيله يجي نص ساعه بشيل فيه، ما تستغربوش بس والله ده اللي حصل. وبعد كده ما استخدمتوش تاني. ده كان ب90 على ما اعتقد. ندمت يعني ندم عمري ان انا جبته. فطبعا ما انصحش بيه اي حد. وده بقى ما انصحكيش ان انت تجيبيه، لان انت هتلاقي في ناس حبته وفي ناس لا. فبلاش توفري، يعني احسن الفلوس يعني وفريه احسن. بس يا حبايبي، هو دي كانت الحاجات اللي انا ما حبيتهاش. يا رب يكون الفيديو خفيف. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وهتوحشوني كتير وبموت فيكم، وباي باي.